السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول مرة أعرف الكلام ده، نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس حبايبي لا يصلي أصلا، وبعض الناس إذا صلى فإنما يكتفي بالفرائض وفقط، ما بيصليش لا السنن الرواتب ولا النوافل. فلو قلت له ليه ما بتحرصش على صلاة السنن الرواتب والنوافل، فيقول لك احمدوا ربنا ان انا بصلي الفرائض، ده انا بصليها بالعافية وبلاقي لها وقت بالعافية. في يوم من الايام كلمت واحد كان بيصلي الفرائض فقط، فسألته نفس السؤال، قلت له حبيبي الغالي انت ليه ما بتصليش الرواتب او النوافل؟ فقال لي انا بكتفي بالفرائض وده كفايه. قلت له طيب اسالك سؤال صغير. قال لي اتفضل. قلت له هل انت واثق من صلاتك 100%؟ فقال لي لا. قلت له طيب لو جيت يوم القيامه ولقيت ان الفرائض بتاعتك فيها نقص هتكملها منين؟ فسكت. فقلت له انا هقدم لك هديتين في غايه الروعه والجمال. الهدية الأولى إن حضرتك لما بتصلي السنن الرواتب، إيه هي السنن الرواتب؟ اللي هي سنن الصلوات الخمسة، اللي هي ركعتين قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين وركعتين، 4 ركعات قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. لما نحسبهم يطلعوا 12 ركعة، دول اسمهم السنن الرواتب. ورد فيهم حديث بهدية جميلة بتوصل لحضرتك وحضرتك كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وده كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ادي أول هدية. الهدية التانية بقى بفضل الله سبحانه وتعالى ان السنن الرواتب والنوافل. فقال لي طب انت عرفتني الرواتب، ايه النوافل بقى؟ اقول لحضرتك بس تصلي على حبيبك برضو صلى الله عليه وسلم. قلنا الرواتب اللي هي السنن الخاصة بالصلوات الخمسة. طب والنوافل بقى؟ النوافل مثلا زي صلاة الضحى، النوافل برضو زي مثلا قيام الليل، زي مطلق التنفل في أي وقت إلا وقت النهي عن الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو صلينا السنن الرواتب والنوافل وجينا يوم القيامة لقينا ان الفرائض بتاعتنا فيها شيء من النقص، فمن كمال رحمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الملائكة انها تكمل لينا نقص الفرائض من الرواتب والنوافل. ايه الدليل على الكلام الجميل دوت؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. خد بالكم بقى، وإن انتقص من فريضة قال الرب عز وجل: انظروا، بيقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، هل هو عنده رواتب أو نوافل؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني ايه ثم يكون سائر عمله على ذلك؟ يعني لو عنده نقص في الزكاة يكمل من نوافل الصدقة، لو عنده نقص في فرائض الصيام يكمل من نوافل الصيام، وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لو أنا جاي يوم القيامة والفرائض بتاعتي فيها شيء من النقص بسبب عدم الخشوع، بسبب إن أنا نسيت فريضة، بأي سبب، بسبب إن مرة صليت وأنا مثلا ناسي إن أنا ما اتوضيتش إلى غير ذلك، فمن كمال رحمة ربنا إنه يؤمر الملائكة إنها تكمل نقص الفريضة من الرواتب والنوافل. عرفت بقى إيه هي فايدة الرواتب والنوافل؟ قال لي أنا أول مرة أعرف الكلام ده، وأوعدك عمري ما هسيب لا رواتب ولا نوافل. عشان كده بقول لحضراتكم كتروا من النوافل على قد ما تقدروا، لأن لو كان في نقص في الفرائض هيتكمل يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لما بنصلي الرواتب 12 ركعة كل يوم بيتحسب لنا، بيتبني لنا بيت في الجنة.
الحاجة التانية، الرواتب مع النوافل بيكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.